كل سنة وانتم طيبين. أنا السنة دي مبسوط جدا إن أنا أكون في وسطيكم. طبعا أنا اتحرمت زي ما قال أبونا لأجل ظروف، لكن دايما ما بقدرش أحس بعيد الست العذراء إلا في غبريال معاكم. وطبعا أنا بتبسط لما باجي كنا فين وبقينا فين، وأنا حاسس إن في ناس برضو بيجوا من أماكن بعيدة ومن أماكن تاني ومن كنايس تاني. دي محبة في الست العذراء وفي المكان ده يعتبر اتبنى بمعجزات، وكان إيمان الآباء الكهنة وأبونا رويس كان دايما يقول الست العذراء تبني بيتها. وفعلا أنا السنين اللي فاتت كنت دايما أقول لكم عشان تساهموا في المباني والتشطيب. أنا السنة دي أقول لكم بصراحة اللي أنا شفته إن التكييفات دي مش بتعمل حاجة صح. أنا فاكر البابا شنودة في الكاتدرائية عندنا فدان، يعني 4000 متر و200. فالناس في المحاضرة بتاع سيدنا في الصيف مفيش حتى مراوح، مفيش، كل الستات بيهووا والرجالة مش عارفين يهووا بحاجة. فواحد بعت سؤال لسيدنا قال له يا سيدنا كيفها لنا. فقال له يا ابني دي فدان، مين هيقدر يكيفها؟ يمكن ربنا واحنا بنتكلم دلوقتي حد يقول كيف الكاتدرائية، يبقى تيجي من عند ربنا. فأنا النهاردة افتكرت قداسة البابا شنودة، وربنا يطول عمر قداسة البابا توادرس والآباء كلهم. يعني أنا الحقيقة لسه يعني الفكرة ولودة دلوقتي. قلت طيب إيه المانع إن طبعا هو كان المفروض المهندس من بدري، طبعا ما كانش فيه المباني دي، فهو بيبني أنا حضرت المباني كان بيقولك مش محتاجة تكييف، لكن دي نظرة كانت مش بعيدة، نظرة كانت قريبة بالنسبة له. لكن النهاردة احنا الجو بيتغير كل سنة، مش حاسين كده؟ زمان كنا أول ما يجي آخر 8 وبداية 9 بنتغطى بحاجة خفيفة، مش برضو لا ده اللي بيحصل كان؟ دلوقتي لا، ده احنا بنقعد لغاية يمكن آخر 11 وحاسين بالصيف. فايه رأيكم من النهاردة نعمل حسابنا، ربنا يبارك لكم ويديكم، ان احنا من دلوقتي هيلف علينا كلنا وانا اولكم طبق فيه للتكييف المركزي. ايه رأيكم؟ موافقين؟ طيب القليل هيبقى كتير، بس هنخصص يا اباء اللي بتاع النهاردة بداية التكييف المركزي. وانا بقول دلوقتي واكيد الكلام متسجل عليا، وانا حاسس ان في ناس هتسمع الكلام ده من بره، ونقول لابونا كراس وابونا شنودة وكل الاخوة المحبين اللي طلعوا من غبريال. انا كل ما بروح امريكا بقابل ناس يقولوا لي احنا اولاد ابونا رويس وابونا بولا والاباء في غبريال. فانا بقول لهم ايد لوحده ما بتسقفش، احنا نبتدي وربنا يكمل واللي بره يساعدوا معانا، وباذن الله على السنه الجايه يا رب يديكوا كلكم ان يبقى في تكييف مركزي. يعني انا بصراحه عند ابونا انطونيوس اللي لسه كنيسه ولوده، طبعا مش زي الكاتدرائيه اللي احنا فيها دي، حاجه صغيره، لكن كان في واحد بس ربنا عطيله وبفكر قال لك لازم في الايام دي يتعمل تكييف مركزي. صدقوني انا بحس عشان برضو الناس اللي هناك ناس على قديهم،
فربنا برضه ما بيسيبش حد. اتعمل تكييف مركزي بأمانة، ان الناس بتسيب بيوتها وتروح الكنيسة، واولادهم شمامسة قد دول مرتين ثلاثة بيتعلموا، بس بيقولوا. انا شايف دول بيتحركوا وما بيقولوش ومش حافظين قوي، فلازم تحفظوا. فالكنيسة لما تكون مكيفة الشعب يستريح، والآباء بيبقى فيه يعني بنقعد احنا في الكنيسة كتير، لما يكون في تكييف الإنسان ما يحسش بالعطش. لكن انتوا كلكم دلوقتي هتطلعوا بره كل واحد عاوز مية، فيبقى من النهاردة ما تزعلوش مني، أنا حاسس أنا واحد منكم، واحنا هنبتدي من النهاردة اللي كان بيحط حاجة واحدة يحط 2، ونقول كده ان احنا هنعمل تكييف مركزي في كنيسة السيدة العذراء وماري جرجس بغبريال. النهاردة يوم كام؟ عشية ست العذراء سنة 2025 هنبتدي من هنا. انا حاسس ان الست العذراء هي اللي قالت لي قول الكلام ده، لان انا وانا قاعد دلوقتي عمال ابص تكييفات. التكييف ده ينفع في صالة في البيت، لكن مهما جبنا عدد مش هيعمل معانا حاجة. فما تتضايقوش من كلامي، انا اولكم كلنا هنساهم في المشروع ده. ربنا يبارك حياتكم ويبارك في خدمة الآباء، ونحافظ على الآباء. الخدمة دلوقتي الكهنوت ما بقاش سهل. أنا بشوف أبونا رويس وأبونا بولا والآباء هنا كل واحد بيجيله ناس ومشاكل وكلام وبيتعبوا. بقى دلوقتي الكهنوت مش سهل. يعني أنا أولادي لو سألوني أقول لهم أنا ما وافقش، لأن في تعب. بس اللي غاوي خدمة ما بيحسش بالتعب. أنا ابني من ساعة ما ترسم اديله 3 سنين دلوقتي ما بشوفوش زي الأول. اللي هو قريب مني التاني بعيد بنشوفه مرة في السنة. فالكهنوت يعني في عطاء من وقته، وقت أولاده وقت بيته، وبيديه كل وقته لربنا وللشعب. فاحنا عاوزين نساعد بعضينا كلنا في التكييف المركزي. ربنا يبارك حياتكم، كل سنة وانتم طيبين، وانا مبسوط ان انا اوصيكم السنة دي.